اول حاجه من الواضح جدا ان في ستريس جامد قوي على المستمع في الموضوع. ممكن اديك انسى كتير، لا بقى بتكلم مش ببص مش بسأله. يعني مثلا لو انت بتنسى كتير ولا لا، هيجي دماغه على طول مباشره. فالقضيه كلها انا بقول لك بفضل الله تعالى ثقه الله في الموضوع ده. هو ينسى كتير جدا من النوع اللي بينام ما بينامش 24 ساعه، ففي ستريس جامد قوي. ممكن تكون عنده مشكله نفسيه هي الالتزامات. طبعا انا مش بتكلم هنا كنفسي، انا بتكلم من ناحيه عضويه. تمام؟ مظبوط كده؟ طيب بس مش مدخن. هو مش مدخن، لكن منطقه الرئه حس يكون عنده حساسيه على الصدر من ادخله. ممكن لو شك ايه كان تلاقي صدره قفل. الكلام ده خلاص لا سيبك من قصه خلاصه او مش خلاصه، بس انا بتكلم هل انت خلال من اي وكاله شماعه حد بيدخل معاك في الاوضه الكلام ده كله؟ طبعا لا مش كده. انت بتعمل ازمه معاك شويه، مش لازم بس. طيب هي هو بيقول لك احساس هو متضايق بس، لكن هنا عندي في حساسيه على الرئه من بعض الادخله، عنده عسر في المعده، وعنده املاح في البول. تلاقي البول ده شويه احيانا صح في ريم، يحصل في ريم. يعني لو عملت عملت كشف نظر صح؟ طيب طبعا انا ما اعرفش، بس انت عندك في عين اقوى من عين. مظبوط؟ في عندي الم في نص الظهر كده بعد بيسمع معاك. النهارده بس؟ ماشي يا عم. الحمد لله. على فكره من ضمن الابحاث اللي اتعملت والدكتور كان متصدر قال لك ان القدم دي تقدر تكشف لك الامراض اللي انت هتعاني منها كالم قبلها ب3 شهور. يعني قبلها ب90 يوم انتوا عارفين الالم عن الالم، يعني بالظبط كده انتشار المخ بيقول فيها دي مشكله. فاهمين يا جماعه؟ اول ما توصل للانذار ده لا هو كده المشكله كانت موجوده، بس انت لا تشعر بها انها توصل للالم. فمين العلاج او السوري والكشف من خلال اول القدم ان يعرف الامراض الموجوده قبل ما يعاني هو بالالم ب90 يوم، يعني 3 شهور بالظبط. في اي حاجه غلط ولا تمام؟ طب بالنسبه محطوط على طبعا هو بيتكلم